كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة من أفضل الكليات اللي موجودة دلوقتي، واللي احنا بننصح بيها الطلبة بتوعنا أو أولادنا، خاصة إن الكلية معتمدة على 80% من القوة بتاعتها من دبلوم الصناعي 3 سنين أو 5 سنين، و20% بس من الثانوية العامة علمي. الكلية يعني لو خدت بالك كده من الأماكن الموجودة فيها الكليات التكنولوجية، فهي أماكن مخططة يعني بدرجة عالية جدا. هتلاقي إن الكليات دي موجودة في مناطق صناعية زي 6 أكتوبر وزي برج العرب وبورسعيد وأسيوط وبني سويف والأقصر، وكمان عندي في وسنة في الدلتا، وفي كمان في سمنود. كل كلية معروف الأقسام اللي فيها وهتخدم على أنهي مصانع. يعني مثلا لو بصيت للكلية اللي موجودة في سمنود، هتلاقي ان الأقسام اللي فيها كلها خاصة بالغزل والنسيج والصباغة والملابس، لأنها هتخدم على أكبر مصنع الغزل والنسيج في المنطقة اللي هو موجود في المحلة الكبرى. فكل كلية من دي معروف هي هتعمل ايه. الكلية بتسد الفجوة الكبيرة اللي موجودة ما بين المهندس وموجودة ما بين الفني، انها بتقدم يعني راجل مؤهل ودرس وطبق التكنولوجيا اللي درسها في النظري، طبقها في الناحية العملية في الكليات وفي بره في المصانع وفي الشركات. يعني راجل مؤهل علميا ومؤهل من ناحية العملية والتدريبية. الكليات دي فيها أقسام أو بعض الأقسام اللي فيها زي الميكاترونكس والأوتوترونكس وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والأطراف الصناعية وتكنولوجيا إنتاج ونقل البترول. مدة الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 4 سنوات، بيكون حاصل فيها على بكالوريوس مهني في التكنولوجيا. في كمان ميزه في كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه ان انت ممكن تكتفي بسنتين وتخرج لسوق العمل، وفي الوقت ده بيكون معاك دبلوم مهني فوق المتوسط بيساوي معهد. يعني ممكن كمان تحضر ماجستير ودكتوراه في جوه كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه. زي ما قلنا الكليه مصاريفها كانت 10,000 جنيه، السنه دي مصاريفها 15,000 جنيه. لازم تجتاز اختبار القدرات اللي موجود جوه الكليه لما تيجي تقدم. الاختبار بتمتحن في الرياضه وفي الانجليزي ومبادئ برضه او جزء في الحاسب الالي، ولازم تكون جايب فوق 60% في اختبار القدرات. مجال العمل لكليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه المجالات كتير جدا جدا جدا، منها صيانه وتصميم الماكينات، تصميم وصيانه انظمه هيدروليكيه منها، وفي كمان المصاعد الميكانيكيه، في كمان تصميم المحركات. ممكن تشتغل في محطات الطاقه الشمسيه، ممكن تشتغل في محطات كهرباء، غير طبعا بقيه الاعمال او بقيه الوظائف اللي ممكن تتاح ليك من خلال كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه. كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه افتكر الكلام دوت هيبقى من الكليات الكبيره والمطلوبه جدا جدا في الفتره اللي موجوده. وكل التوفيق لاولادنا.